مقترحات ما ناقشتش خالص في مسودة الدستور. الطاقة بوجه عام والموارد الناضبة زي البترول والمحاجر وكل ما يستخرج من باطن الأرض. محدش اتكلم عنهم خالص لحد دلوقتي ودي حاجة غريبة جدا يعني. فكنا عملنا ورشة عمل وطلعنا منها بشوية نقاط، ويعني خلصنا في الآخر إن احنا طلعنا بحوالي 4 مواد بنحاول ان احنا دلوقتي ان شاء الله ان احنا نقدمهم للجنه الدستور بحيث ان هم يدرجوها ضمن الدستور. يعني من ضمن المواد مثلا عندي اول ماده: تقوم الدوله بفرض ضريبه ثروه ناضبه على كل المؤسسات التي تعمل في مجال التنقيب والاستخراج لهذه الثروات. يعني عندي شركات اجنبيه بتبقى موجوده او شركات مصريه بتعمل على في الموضوع بتاع الاستخراج والتنقيب. انا دلوقتي عندي عقود معموله قبل كده، العقود دي كانت جاحفه جدا مجحفه جدا لمصر. فانا عندي ان انا اقدر ان انا احسن شويه الدخل بتاعي، ان انا افرض الضريبه دي على الثروه الناضبه وكل ما استخرج من باطن الارض، بحيث ان انا اقدر ارفع من احسن الموازنه عندي اللي ضايعه تماما، ويعني اقدر ان انا كمان احافظ على الثروه ان هي ما تستهلكش بشكل كبير. عندي ماده ثانيه: الدوله تلتزم باعداد خطه شامله للتدريب لاعداد كوادر مؤهله والمدربه للاستغناء عن العماله والشركات الاجنبيه في كافه المجالات وخاصه مجال الموارد الناضبه. انا بستعين بخبراء اجانب ما بيكونوش مؤهلين تماما. طبعا الشركات الكبيره كلها بتبعت لي ناس غير مؤهلين، بيبقوا كوادر صف ثاني، ما بيبقوش اللي هم الصف الاول اللي عندهم. ودوت بيأثر عندي على العماله المصريه اللي هي ما بتاخدش تدريب، رغم ان انا بفلوس اللي انا بجيب بيها اجانب من بره اقدر ان انا ابعت ناس تتدرب بره، تقدر ان هي تاخد فرص كويسه، تقدر تضيف لي خبرات محترمه جدا. اقدر بعد كده استغنى عن الخبير اللي بيجي لي ديلي ريت او باجر يومي او يجي لي خبراء اجانب من بره يقدروا يقضوا لي كمان على الموظف المصري اللي موجود عندي او الراجل اللي شغال عندي. فالدوله لو اهتمت فعلا وعملت خطه تدريب شامله في كافه المناحي، وخصوصا المجال بتاع الثروه الناضبه اللي احنا حتى ما عندناش الافكار بتاعته او الموضوع ان احنا نقدر ان احنا نسوق له كويس، فده هيكون شيء كويس جدا. تنظم الدوله اداره الثروه المعدنيه والحجريه وفرض رسوم استغلال عادله على المؤسسات المستخدمه لهذه الثروات. انا دلوقتي عندي قانون شغال بيه من سنه 54، القانون دوت بيفرض عندي ان انا مثلا على الاسمنت ان انا بدفع قرشين على كل طن، وطبعا الارقام دي غير عادله تماما ومحدش تطرق لها باي حال من الاحوال. فلما هاجي افرض عليهم رسوم الاستغلال دي هقدر ان انا وهم كمان بيبيعوا بالسعر العالمي، فهقدر من خلال دوت ان انا ادخل دخل برضه محترم جدا لمصر. عندي موضوع الدعم بقى الطاقه اللي هو مسار دلوقتي بشكل كبير جدا. موضوع الدعم انا عندي ماده مقترحه بتقول تلتزم الدوله بدعم الطاقه المخصصه في الاستخدامات الحياتيه اليوميه. يعني لا مساس بالدعم لاي مواطن على اساس زي ما الناس بتتكلم ان انا هرفع الدعم عن غير مستحق، وانا ارفع ليه الدعم عن غير مستحق؟ هو مواطن مصري، الدستور المفروض بيكفل المساواه. فطالما كفاله المساواه انا بحط نقاط تمييز ايجابيه، ما بحطش نقاط تمييز سلبيه. والماده ان انا دلوقتي لما اي حد يجي يتكلم عن رفع دعم عن اي مواطن مصري فهو كده بيعمل تمييز سلبي على على فرد من الافراد. الدعم المفروض يترفع فين؟ تكمله الماده: ولا تقوم الدوله بدعم الصناعات والمشروعات كثيفه الطاقه. انا عندي المصانع دلوقتي اللي هي المصانع سواء المصريه منها او الاجنبيه المملوكه رجال اعمال، او المنتجعات السياحيه اللي انا بدعمها بفلوس كتير جدا، بروح بديلهم الكهرباء او الغاز او الوقود الكثيف باسعار مدعمه. يعني انا بدعم الصناعه بتاعته وهو بيرجع يبيعها في السوق او بيصدرها لبره بالاسعار العالميه. لو فعلا اتحققت المنظومه دي بالمنظر ده انا مش هضطر ان انا ارفع دعم عن الطاقه في اي حته، لا هروح بقى اتكلم عن رفع دعم غاز المنازل، ولا هقدر ان انا اتكلم عن رفع الدعم عن البنزين بكافه انواعه، وهقدر ان انا اوفر مبالغ محترمه جدا للدخول.